السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى متابعين في الدنيا. عاملين ايه؟ أنا يا جماعة كده معاكم أسماء محمد. النهاردة إن شاء الله ده أول فيديو ليا على القناة. هنعمل مع بعض دروس اللي طبعا الخرز، وهنتعلم مع بعض كل حاجة خاصة بالخرز والهاند ميد، وهنتعلم مع بعض طريقات جميلة جدا للمبتدئين اللي حابين يتعلموا الاكسسوارات واللي عايزين يتعلموا أي طريقة. طبعا أنا تحت أمركم هنا. فطبعا ده أول درس لينا في الخرز. هنتعلم مع بعض أول حاجة خاصة بالخرز وازاي نبدأ من سطر البداية. لو انت عايزة تعملي علبة مناديل او عايزة تعملي شنطة او عايزة تعملي اي موديل، انا معاك ان شاء الله. طبعا اهم حاجه تابعوا معايا في القناه، واعملوا لي لايك للفيديو واشتراك للقناه علشان اي حاجه بنزلها جديده تشوفوها على طول وتوصل لكم. طبعا كلامي خاص للمبتدئين اللي عايزين يتعلموا بقى ايه، يتعلموا الخرز ويتعلموا كل حاجه خاصه بالهاند ميد والحاجات دي كلها. طبعا اي حد عايز طريقه اي حاجه يكتبها لي في التعليقات وانا ان شاء الله هنفذها لكم. ده اول حاجه طبعا هنعملها احنا معانا هنا في المشوار ده كله اللي بنستخدمه في طبعا في الدرس بتاعنا النهارده. على ما محتاج المقص وهنحتاج طبعا البنزة. والبنزة دي طبعا عايزه اقول لكم هتكون معانا بعض الاكسسوارات اللي هنعملها على القناه. تمام. وهحتاج طبعا خيط سناره، ده نمره 60 اللي هشتغل بيه. طبعا اللولي، ده اللولي اللي هشرح لكم عليه الطريقه اللي احنا هنشتغل بيه النهارده. ده نمره 8 جايبه لكم كبير علشان يكون واضح طبعا للمبتدئين، عشان كل حاجه تكون واضحه ليكم. ده كده اهوت. اهم حاجه يا حلوين تابعوا معايا كده واحده واحده ويسموا الله ويلا بينا نبدا نعمل مع بعض الغرزه بتاعتنا بتاعت النهارده. انا اول حاجه هنا هبدا بقى اعملها عشان بس ايه ما اطولش عليكم. انا هناخد حته خيطه كده زي متر او اقل عشان نشرح عليها الغرزه بتاعت النهارده. اهم حاجه المبتدئين يركزوا معايا ويخلوا بالهم واحده واحده علشان تشوفوا الطريقه ماشيه ازاي. احنا اول حاجه هعملها النهارده في الدرس بتاعنا بتاع الخرز، هنبدأ نعمل يا حلوين طبعا الغرزة الرباعية. تمام. ده لو عايزة تبدأي أي حاجة في الكروشيه طبعا في الخراز. انتوا لو تلاحظوا ان انا واخده على كلمه كروشيه فعشان انا بشتغل كروشيه برضو فده ما عادي يعني. ده اهم حاجه بقى ركزوا معايا وشوفوا الطريقه ماشيه ازاي. تمام. انا طبعا معايا هنا برضو عشان تشوفوا من الاول انا خدت حته خيطه اهيت، خدت حته خيطه زي متر. تمام. بعد كده يا حلوين انا هبدأ بقى اعمل ايه، هبدأ اعمل احط 4 حبايات من الخرز. هبدأ احط ايه 4 حبايات من الخرز. نخلي بالنا بقى اهم حاجة ونركز علشان تشوفوا طبعا الطريقة ماشية ازاي. حبايات من الخرز، شايفين حطيت كده 4. تمام. الخيط لسه معايا اهو، ركزوا اهم حاجة وخلوا بالكم الخيط لسه معايا اهوت. تمام. هعمل الخيط في النص كده اهوت. شايفين اهو انا عملت الخيط، انا بس ايه عشان موضحها لكم كل حاجه اهو عشان يبقى كل حاجه واضحه ليكم. هعمل ايه بقى يا حلوين، هاجي كده عند اخر واحده كده اهيت، واعدي ايه طرف من الاطراف ديت اعديه كده في واحده من اي طرف من دول. تمام. هجيب الطرف التاني زي ما انتم شايفين وعامل ايه بقى بالسم. شايفين عملت غرزه رباعيه سهله جدا جدا اهيت وبسيطه. طبعا المبتدئين يركزوا عشان تشوفوا الطريقه ماشيه ازاي. انا عملت طبعا الغرزه بتاعتي فيها عقده، العقده دي لازم اخش فيها في قلب الخرزه عشان تجمدي الشغل بتاعك. تمام. تاني اهيت. زي ما انتم شايفين احنا عملنا ايه، اول حاجه غرزه رباعيه شايفين اهي، دي كده البدايه. تمام. هنبتدي بقى بعد كده هنطلع بقى ايه، شغلنا كله هيبقى 3 خرزات. 3 خرزات. احط معايا طرف اهوت، احط شايفين الطرف ده احط فيه واحده اهيت. الطرف التاني احط برضو واحده. تمام. هعمل ايه بقى يا حلوين، هاخد واحده كمان اقفل فيها. انا عايزاكم بس تكونوا واخدين بالكم بس من الشغل هو ماشي ازاي. تمام.
هعدي بقى ايه خلف خلاف كده زي ما انتم شايفين اهوت، واحده واحده، وبتشدي بالراحه خالص لحد ما توصلي بقى ايه اللي انت شايفاه ده. هنعمل برضو كمان واحده اهيت. انا طبعا هنا معاكم واحده واحده علشان بس محدش يتلخبط. تمام، بحط واحده في طرف اهو، الطرف التاني بحط كمان واحده، وبعدين بجيب الطرف كمان اي طرف من الاطراف دي، الطرف اليمين. تمام، الطرف اليمين ده بحط كمان واحده، واعدي الخيط بقى زي ما انتم شايفين كده خلف خلاف كده، وابدا اشد زي ما انتم شايفين اهوت. ده كده انا عملت 3 وحدات اهمت من الغرزه الرباعيه. ده لو هتشتغلي شنطه او هتشتغلي علبه مناديل او هتشتغلي طبعا اي حاجه طبعا، او اسوره تمشي معاكي برضو اسوره. وان شاء الله احنا هننفذ اساور مع بعض، وهنعمل حاجات تانية كتيره على القناه. انتوا بقى لو عايزين اي حاجه خاصه بالخرز ابعتولي في التعليقات، وانا ان شاء الله هنفذها لكم. تمام، بس الاهم حاجه تعملي لايك واشتراك علشان اي حاجه بنزلها تشوفيها على طول، وطبعا وتوصل لغيركم، وتعملوا طبعا شير عشان كله يشوف، وطبعا الطريقه ماشيه ازاي. طبعا هي قناه مفيده جدا جدا وفيها حاجات حلوه كتير هننفذها ان شاء الله. بس تابعوني اهم حاجه يا حلوين. كده انا عملت كده اهي 3 غرزات. انا بدات ب4 زي ما قلت لكم، وبعدين عملت كل طرف. هنبدا برضو نعمل تاني. انا هنا علشان اوضح لك كل حاجه ماشيه ازاي. تمام، انا هنا عشانكم بكل حاجه عايزينها تطلبوها مني في التعليقات، وانا ان شاء الله هنفذها لكم. شايفين بقى كده، احط واحده كده في الطرف ده وواحده في الطرف التاني. تمام، وبعدين بدخل واحده في الطرف اليمين اهوت. يا رب يكون كل حاجه واضحه ليكم. تمام، هدخل كده واشد، شايفين؟ وهشد بقى ايه كده واحده واحده زي ما انا بعمل، وركزوا معايا اهم حاجه اهو كده يا حلوين. بدات اهوت سطر كده زي ما انتم شايفين اهو. تاني عشان بس ايه يبقى احنا ده كده اول حاجه بنعملها. لو انت بقى عايزه تبداي شنطه او عايزه تبداي اي حاجه تابعي برضو معايا وهتشوفي كل حاجه ماشيه ازاي. هنعمل كل حاجه ان شاء الله على القناه، وهننزل حاجات كتير كتير جدا خاصه بالاكسسوارات وكل حاجه طبعا. وزي ما قلنا اي حاجه تكتبوها لي في التعليقات واحنا ان شاء الله هننفذها مع بعض. تمام، ادي واحده كمان اهي. انا عايزه اقول لكم بقى الخيط اللي انا شغاله بيه ده يعني ده نمره 60 طبعا. ماشي مع الخرزة نمرة 8 زي ما انتم شايفين اهو. ده ماشي مع الخرزة نمرة 8 زي ما انتم شايفين ده كده اهو كمان. يبقى احنا معانا بصوا بنحط الشغل كده عشان بس ما تتلخبطوش المبتدئين يركزوا معايا. تمام، احنا كده اهو مع الطرفين معايا. تمام، الطرفين اهمت ماسكاهم. باخد بصوا واحدة في الطرف ده وواحدة في الطرف التاني. عايزة اقفل بقى بقفل كده، حطيت واحدة وبعدين زي ما انتم شايفين كده بشد الشغل واحدة واحدة. انا المفروض كنت عملت لكم بخيط اللي هو الخيط التاني، بس انا هو ده الخيط اللي بنشتغل بيه على فكرة. هيبقى معانا في مراحل كتير تانية طبعا في التعليم كده زي ما انتم شايفين. ده كده لو بتشتغلي الغرزة اللي انا شغالة بيها دي كده غرزة رباعية. بدأت بيها ب4 طلعت ب3 بقيت السطور كلها. ده كده اول سطر البدايه زي ما انتم شايفين اهوت. ده لو هتبداي ممكن تعمليها اسوره هقول لكم برضو على طريقه اسوره ان شاء الله هنزلها لكم طبعا. ممكن تبداي منها عقد مثلا او كوليه، هعمل لكم برضو الطريقه. ممكن تبداي بقى اي موديل تحباه. شايفين لما نعملها اسوره تبقى منظرها جميل جدا. اهم حاجه تركزوا بس معايا واحده واحده وان شاء الله توصلوا لحاجات جميله جدا
احنا كلنا عارفين طبعا يا بنات الاكسسوارات بتبقى غالية في المحلات، فاحنا قلنا بقى هنستفيد هنستفيد بقى بالحاجات ديت ونعملها بنفسنا. وهعرفكم على الخامات، بس تركزوا معايا واحدة واحدة علشان تشوفوا كل حاجة ماشية ازاي. هعرفكم كل حاجة في الخامات، وهعرفكم طبعا ده بيتعمل ازاي وده بيتركب ازاي والحاجات دي كلها. مش هنعمل بس حاجات تانية، ده احنا هنعمل كمان اكسسوارات طبعا خاصة، وحاجات كتير طبعا هنعملها، خواتم، وهنعمل حاجات كتير على القناة ان شاء الله. بس بقى نركز واحدة واحدة ونعمل الحاجات دي كلها. بس اهم حاجة تابعوني وانتوا هتشوفوا حاجات جميلة جدا على القناة. شايفين كده اهوت، ده كده اول سطر البداية معايا. طريقة سهلة جدا جدا وبسيطة. اتمنى لو الفيديو عجبكم والشرح لو عجبكم تكتبوا لي في التعليقات. طبعا الطريقة هي زي ما انتم شايفين جميلة جدا جدا، وقلت لكم طبعا هننفذ ان شاء الله اساور منها. بس بقى استنوا عليا واحدة واحدة كده، وهنزل لكم كل حاجة ان شاء الله. ما تنسوش يا حلوين تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة علشان اي فيديو بنزله جديد يوصل لكم على طول وتشوفوه. وباي باي.